مساء الورد والياسمين عليكم متابعاتنا الجميلات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببراند عباية ستايل. أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة إن شاء الله تكون ممتعة مع الزميلات العزيزات. حبيبتي. أهلا وسهلا بكم، رمضان حبيبتي. مبارك عليكم إن شاء الله. حياتي الله شلونكم يحفظك. اليوم؟ شنو المعنوياتكم إن شاء الله؟ شهر رمضان مبارك إن شاء الله. الله يحفظكم. رمضان كريم. طبعا ما شاء الله كل يوم إطلالتكم أجمل. حبيبتي أكيد فدوى اللي عمرك. بالجبة أو بالعباية حبيبتي طلعتك جميلة كلش حلوة. حبيبتي. أنا أريد أسألكم بما إنه إحنا صايمين شلونكم بالأعمال المنزلية؟ نعم. وياها دوام أعمال منزلية ودوام أكيد، فيكون يوم متعب وشاق. طبعا تحية احترام وتقدير لكل ربة بيت اللي دائما أكيد. تعمل بجهد وحب وإخلاص لبيتها لأولادها لزوجها، قدر الإمكان تحاول انه ترضي الجميع. نعم. فعلا. خصوصا سفرة رمضان سفرة مميزة عن لازم باقي. تكون تحتاج عدة أطباق أيضا. نعم. وأيضا تحية لكل امرأة عاملة أكيد. نعم هي أكيد. مع العمل تدير بالها على بيتها وإحنا وعلى دائماً أطفالها نشجع. وعلى سفرتها، هم تكون عامرة. نعم. تحياتنا لهم كلهم. غفران دا أريد أحكي لكم أنه كلش متعب لما المرأة تكون ربة بيت وصاحبة وموظفة. عمل في نعم. وقت فعلا. واحد. نعم. يعني أنا كنموذج، يعني وحدة من البنات، أكيد هواية يعني عندنا بنات هيك، أنتم أيضا. نعم. ترجعين من الدوام، تطلعين تقعدين بالستة تطلعين للدوام، هذا الدوام المتعب والرهاصات العمل للأسف والازدحامات وهذا الشيء، وأيضا لازم ترجعين البيت تكملين واجباتك المنزلية. ومثل ما ذكرنا لازم سفرة رمضان تكون متنوعة، وأكيد ما تقدرين تقصرين بيها لأنه العائلة لازم لها يعني خصوصية الدور وأهمية. الأكبر والأهم أنه تعتنين بيها. بالضبط. فيعني محبة كبيرة لكل نساء الكون، يعني أحييهم على هذه القوة وعلى هذه الثقة. أحسنتي. اليوم حديثنا ومحور حديثنا عن انتشار الأفرع والخطة القادمة اللي هي صارت سر اليوم بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. يتم تصميم جبب مثل ما لابستها أختنا وكلش جميلة ومحتشمة وفضفاضة أيضا. وأيضا نشوف تنسيقات زميلتنا فاطمة. يلا نشوف إن شاء الله. متشوقين أكيد. بكل حلقة هي ترتب لنا. ترى مهمة هذه التنسيقات حتى الساعد اللي يتابعنا. نعم. مرات يحتارون بالطريقة أو كذا أو شلون اللي لابستها تهاني. بالضبط. للمصممة الست ختام طيب الغراء. قبل لا ننتقل تحياتنا حبيبتي، قبل لا ننتقل لتنسيقات فاطمة، ايضا جنابك هم تنسقين الربطه مع بما انه حينطلق نموذج الجبه لبعض الاخوات اللي يفضلون ارتداء الجبه، هم تنسقين يعني الربطه هو احنا ترى بشكل عام حتى اللي تلبس العبايه ترى تنسق. شوفين تختار الربطه بعنايه، وممكن انه تكون مناسبه للعباءه من حيث اللون وكذا. لان احنا اهم شيء نذكر انه الحجاب لحجب الانظار مو لجذبها. اكيد انا برايي يا دارين انه كل بنيه هي فاشينيستا خاصه بنفسها، فعلا لها ذوقها الخاص واختياراتها الخاصه اكيد. لذلك خلينا نشوف تنسيقات زميلتنا فاطمه اللي تجهز لنا اياها في كل حلقه. خلينا نشوف هذه الحلقه شنو تجهيزها. يلا خلينا نشوف ونرجع. مرحبا بنات، اليوم طلعت هي عباية الغدير واللي تحتوي على طباقات، تحتوي على التور بالردن. نسقت وياها هاي الربطة، نسقت وياها هاي الجنطة. إن شاء الله تكون طلعتي عجبتكم، والعودة إلكم. رجعنا لكم بعد ما شفنا هذه التنسيقات الرائعة اللي تسويها لنا فاطمة كل حلقة. ويانا ضيفة مميزة أصبحت مصدر للإلهام والنجاح والقوة والعزيمة، من ضمنهم للمتحدث
ايقونه الاعلام العراقي وحتى العربي، الست انسجام الغراوي، حياك الله ورمضان كريم. رمضان كريم استاذه وقدوه، حياك شرفتينا. الله حياك يسلمك. الله، إن شاء نورتينا. الله رمضان مبارك. حبيبتي. رمضان ان شاء الله اكون مبارك عند حسن عليك. ظنكم لا بالعكس. اكون على الله قدر هذه يحفظك إن الكلمات شاء ان شاء الله. الله، شكرا يوفقك جزيلا في لكم كل خطوة. للاستضافه، شكرا جزيلا. حياك الله. سعيدين جدا بانضمامك بهذا البرنامج. انا الاسعد. ست انسجام، عندي معلومه غششوني بها القناه باعتبار انه انت ايقونه الفرات. قالوا ست انسجام الغراوي بفتره من الفترات وللان اكو محلات للحجاب بالنجف الاشرف، كربلاء المقدسه، وبعده محافظات العراقيه حملت اسم انسجام الغراوي صحيح. كبراند حتى تنجح. صحيح. وهذا حجابات دليل انسجام انه عندك الغراوي. جمهور نسائي قوي جدا. تشرف. هاي محبة الناس نعمة أكيد وتوفيقات إلهية. بالفعل بمجموعة من المحافظات تم فتح كثير من المحلات باسم حجابات انسجام الغراوي، فقالوا أنت يعني رفعي عليهم قضايا وكذا. لا أنت ما موافقة بوقتها، ما وافقتي عفوا إنه يرفعون قضية، كنت لا متواضعة أبدا. جدا. لا بالعكس، يعني الناس هم تريد تسترزق، وهذا أكيد شرف إنه يرفع باسمنا الحجاب. كنموذج أكيد إنه حجاب بالعكس هو فشي اسم حلو الحجاب محفز. هو كافي انه تفخرين به. نعم. فانا فخر الي انهم حتى لو ما تستلمين اجور في وقتها لاعلان ما نعم. غيرها، كان فخر انه حقيقه. نعم، هو يكفي انه استخدموا اسمها كايقونه، يعني مثل ما نعم. ذكرتي، فهذا الشيء فخر اكيد الحمد يعني. لله. وللحجاب فعلا هي ايقونه للحجاب. الله يحفظك. بالضبط. الله يخليك. ست انسجام دائما تتعاملين مع براند عباية ستايل، كثيرة الروحات للزيارة وترتدين العباية دائما. أي نعم. فشون تشوفين اليوم عباية ستايل من الخامة، القماش، التصاميم الجديدة اللي استحدثناها بالآونة الأخيرة؟ المفروض تعطوني فلوس للإعلانات لأن أنا يعني عندي مثلا صديقات خارج العراق ما شاء كذا، الله هاي من فعلاً. يجون فيقولون أنا أريد من عباية ستايل، نعم. فهم يجون يقولون أريد من عباية ختام، بيعرفوها يعني أختي حقيقة. نعم، لأن تحياتنا حياتنا لها. الأخت ختام. سلسلتها كلش جميلة، من أي نعم، ما ضمنها شاء الله. العباية اللي نعم. لابستها الست نعم. أي نعم، تهاني. هي أعرفها. أي. اي فبالبدايه انا كنت اخيط عبي حقيقه، خياط، لكن تعرفين بعد ان اختي ختام دخلت هذا المجال. تعرفين احنا مو كثير من المتابعه. نعم. دائما، فمن التعريف يكون من اقرب الناس اليك. نعم. وهو المصمم، وانت تعرفين شنو يتم الاختيار والتصميم على ايده، وانت مؤمنه بالمقابل. والقماش يعني أيضاً. اكو امانه واكو مصداقيه لهذا الموضوع. بالضبط. فاكيد يعني هذا يروج ويسوق، خصوصا اختي. انا مو يعني دا اشيد بيها وبعملها، انا اشوف لا أكيد، تصاميمها بصماتها واضحة. رائعه. لا نعم. بالعكس، والحمد والدليل لله والشكر. انه ما شاء اكثر الله. عبايه تقلدت بالسوق هي هذه. الحمد اللي لله. مو لان هي تصميم. اختي نعم. حقيقه، نعم. انا لا البس من بالعكس. نعم. عبايتها، لكن خامه العباءه نعم. والتصاميم حديثه. نعم. وبها وسع حقيقه، يعني ما تشوفيها مثل العباءات البقيه، واكو مصداقيه بالتسويق وبالترويج. إيه. العباءه حبيب إن شاء الله دائما ملبوس الهنا. الله يحفظك. عباءة دائما تكون عندنا ببراند عباية ستايل، تكون فضفاضة لأنه هي دبل قماش، يعني نعم. تكون واسعة جدا. نعم. فحتى تشوفين هسه هذه العدلة اللي أنا لابستها بدون خبان، لكن هي فضفاضة جدا. نعم بالفعل. وتلاقون نعم. جميع نعم. الاذواق، للطالبات، للمراه كبيره السن، لربة البيت، يعني حسب فعلا. الذوق العام. يعني تريديها عراقيه موجوده، تريدين بها يعني يمكن يعني اعتبر لليد. انه هذا إيه. رايك باللمسات المضافه مؤخرا للعبي، انه اضافه بصمه. يعني بناتنا يحبون هاي الامور. يعني تعرفين يعني اكو يحببوهم بالعبايه، مثلا اكو الاهل مثلا احيانا البسي عبايه كذا، تشجيع منهم، يقول نعم. لك فبني تشوف اكو بها شريط، اكو بها كذا، يكون لها ممكن اقبال إيه. اكثر. نعم. بالضبط. حتى نختصر الوقت، ست انسجام اليوم صاحبه مشروع عباية ستايل هي امراه مهندسه. نعم. من خلال انه تجولك بمحافظاتنا العراقيه، رساله منك، ليش البعض يعتقد انه العباء فقط انه لازم بس المراه الجنوبيه ترتديها؟ اليوم عبايه ستايل انتشرت بالحرم الجامعي، شنو شاء الله. رايك بمشروع هذه المراه الست زهراء القريشي؟ ما شاء الله، يعني مبارك عليها هذا المشروع اللي اكيد رافقته توفيقات الالهيه. يعني اليوم تعرفين انه رغم التخطيط ورغم النجاحات ورغم التسويق، أحسنت. لكن اكيد اليوم اي مشروع اذا ما رافقته توفيقات فهنيئا لها التوفيقات الالهيه. هنيئاً حقيقه لها. لان نشوف عباية ستايل، مو دا اقول لك يعني اليوم يجونا من خارج العراق، فانا الحمد لله يعني والشكر. اخذهم يعني لفروع عباية ستايل اللي موجوده هنا. فاكيد اليوم ما يقتصر على الجنوب فقط. انتم تشوفين
اليوم المرأة البغدادية هي المعروفة بعباءتها. نعم. يعني المرأة البغدادية كانت تداوم بالجامعة وهي لابسة العباية، ترتدي نعم. عباية. نعم. يعني تلبس كذا، ما تلبس الحجاب، تلبس الكفاح والشواكة وغيرها. هاي مناطقنا الشعبية كلها تقدم العباء على كل المستويات، انه مو فقط لازم المرأة الجنوبية ترتدي العباء. أنا بمدينة الصدر أمهاتنا على الرأس. على الرأس. أنا في بغداد ومناطقنا كلها مناطقنا الشعبية. نعم. وغير الكراديات يعني يعني في وسط بغداد ومركز. نعم. يعني إلى الآن يرتدون العباءة. نعم حقيقة. بالعكس أنا أشوف الآن يعني ممكن انتشرت العباية بالمناطق فعلا. الجنوبية وبالمناطق اللي هي الشعبية اللي مثل ما ذكرتيها، وأيضا بالمدينة. للعلم نعم. بدأت الدول تقلد العباءة العراقية. أحسنت. اليوم تشوفين المرأة اللبنانية والمرأة الإيرانية، يعني أنت ما تفرقيها لأن هي ترتدي العباءة العراقية. نعم. نعم صح. وهي بعيدا أيضا عن موضوع الاحتشام، هي إرث عراقي. يعني أغلب المناطق طبعا ترى يلبسوها كإرث، يعني مجرد أنه يلبسوها شيء يرمز للحضارة العراقية. نعم. أو للثقافة العراقية. نعم. القديمة. الحديث جميل ويا ستنا العزيزة الغالية اللي شرفتينا اليوم حقيقة، وشرف كبير وتعبناك ويانا. شكرا لتواضعك. سعيدة بهذه الاستضافة ونتمنى كل التوفيق لهذا المشروع الكبير. الله يحفظك. شكرا لحضورك. وشعار الشركة يقول وتجملي بالستر، لذلك اليوم أنت جميلة بهذا الرداء الأسود، بهذه الحشمة، بهذا الحضور. شكرا نعم. جزيلا باسم الإدارة لشركة ستايل، باسم الأخوات. احنا أيضا جمهور لست انسجام. نعم. الغراوي، واحنا أجيال إعلامية أنت مؤثرة بينا للأمانة، واستمعتي لنا لآرائنا. احنا متأثرين بيك قبل لا ندخل للإعلام. فكلش سعيدين بيك. أنا الأسعد والله، بناتي وعزيزاتي. الله يحفظك. شكرا. إذا متابعاتنا الحبيبات، أتمنى تكونوا استمتعتوا مع حديثنا مع الست انسجام الغراوي. خلينا نروح فاصل صغير وراجعين لكم. هذه عودة مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير، وشفنا ضيفتنا وتحدثنا وياها، والآن نتحدث عن رسائل الشكر اللي وصلتنا عبر حساباتنا. نعم. حسابات الفيسبوك والإنستا وقناة اليوتيوب والتليجرام. يلا نبلش وياك تهاني. نعم أنا دائما تبلشون، يعني كلش متعمقة بالتعليقات. يلا لا عاد قرينا أول تعليق أو رسالة. هذه رسائل طبعا اللي تجينا على الخاص. نعم. هذه أحد الرسائل تقول وعليكم السلام. حياتي استلمتها العباية تجنن. وتحلف تقول والنبي صار لي 7 سنين لابسة عباية وكل يوم أغير موديل، بس مثل عبايتكم مستحيل شفت، لأن تجنن وسوادها كلش حلو. طبعا ملبوس الهنا ان شاء الله، وان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. واكيد ما ننسى جهود بناتنا الادمنيه اللي يردون. هي راده عليها موظفتنا، قالت لها تتهنين بيها حبيبتي وتلبسينها بالافراح والمسرات، ويا رب اخت وزبونه دائمه لنا براند عبايه ستايل لاطلاله مميزه لك سيدتي. إذا الرسائل وصلتك؟ اي وصلتني همين الرسالة. العباية اللي اشتريتها اليوم منكم تجنن، متت عليها النوب الكل ظلوا يسألوني منين. ترى أي واحد يلبس موديل من عندنا يقولون إنه يسألوني. هنا تشير للأسلوب والتعامل، تقولي تجنن الله يحفظكم ويرزقكم. احنا مجاوبين عليها أيضا البنات الآدمن إنه السلام عليكم والرحمة، تتهنين بيها يا رب، وإن شاء الله تكونين دائما زبونة لنا. أكيد يا بنات عندك أيضا أنت حبيبتي. خلي أنا بس أنا يعني الملاحظة اللي أحبها أنه إحنا اليوم كبنات من راس البيج ويكون هيك تعامل راح يجذب الزبائن، لأنه الناس تحب الأسلوب الطيب. نعم. هذا دليل الاهتمام، يعني احنا مهتمين بزبائننا دائما. ضايفت لها سمايلات قلب وفد شغلات حلوة. نعم يا داري. لذلك باسمي وباسم براند عباية ستايل أقول لكل أخواتنا اللي يتواصلون ويانا عبر منصات التواصل الاجتماعي، احنا وياكم قلبا وقالبا، دائما نقدم لمسات جميلة وتصاميم رائعة وإضافات لطيفة للعباية. أبدا ما نتأخر بالرد،
وابدا ما نقصر بالمفاجآت والمسابقات اللي دائما نسوي بها تخفيضات. لذلك احنا وصلنا الى الختام يا غفران. نعم يا دارين، وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم، نلتقيكم بحلقة أخرى إن شاء الله وضيوف مميزين. حتى ذلك الحين دمتم دائما بخير، إلى اللقاء إن شاء الله. تصبحون على خير.